طب اروح فين يا ربي بس، ولا اجي منين؟ طب هحكي لمين؟ والله ما حد هيصدقني، بجد ما حدش هيصدقني. يعني قبل الفطار بساعة ونص ومطلوب مني اعمل الاصناف دي، وكمان متأخرة، وكمان ما فيش حاجة كتير في التلاجة، وطلبات البيت مش موجودة اغلبها. بس انا مش هسكت، والله مش هسكت. ان شاء الله هتشوفوا بقى ايه، تشوفوا شطارة في الفيديو ده. بصي، قبل ما تبدأي الفيديو حطي لايك بعد اذنك، والناس اللي لسه جديدة في القناة تشترك في القناة لو عجبتها. انا هنا ما عنديش اي حاجة غير حاجات بسيطة قوي، بواقي تقريبا من كل حاجة. عندي صدر فرخة كاملة تمام، وعندي شوية جبنة موتزاريلا، وعندي كيس مكرونة. ان شاء الله هنعمل احلى وليمة. بصوا، انا بدأت الاول بسرعة بسرعة عشان انجز نفسي، ان انا اسلق المكرونة واحط الحاجات اللي هي ايه بتاخد وقت. حطيت مية على النار وحطيت فيها بصوا، انا بحب احط مع المكرونة وهي بتتسلق بتاعة البشاميل ورق لورا، تمام، بتديها نكهة حلوة قوي قوي. تمام. جهزت الخضار بتاعي، كان عندي طماطم وكان عندي خضرة وجزر، وده للسلطة. تمام. حطيت بقى صدر الفرخة كده يسيح معايا، علشان زي ما قلت لكم انا ما كنتش مجهزه اي حاجه. تمام. حطيته بقى يسيح في الميكروويف بسرعه، علشان ابدا ان انا اطلع منه كذا حاجه تسعفني، وفي نفس الوقت ان انا اعمل كذا حاجه من صدر الفرخه. انا عندي صدر فرخه كامله. تمام. اول حاجه هعمل البانيه، فانا جهزت الخلطه بتاعته. اسهل خلطة بانيه ان انا اللي بعملها دي، ببشر بصلة. تمام. ببشر بصلة ناعم بالمبشرة، وبعدين ببشر عليها برضو طماطمية ناعم. تمام. ببشر بصلة ناعم وطماطمية ناعمة. ودي خلوا بالكوا اسهل طريقة للبانيه ممكن تعملوها وبسرعة، والقشرة بتاعته هتبقى ماسكة فيه، وهيبقى طري وجميل جدا جدا. تمام. ادينا اهو ببشر الطماطمايه. تمام. بحاول ان انا انجز البانيه في يعني ايه في خطوتين مثلا، بدل 3 خطوات او 4 خطوات. بحطهم بقى ايه في مصفى، وبحط عليهم شويه ملح، وبسيبهم بقى ايه يتصفوا وينزلوا الميه بتاعتهم تماما، علشان الميه دي هي اللي انا بستخدمها. ادي الميه بتاعت البصل والطماطم، بنزل عليهم بكسر عليهم بيضه واحده وشويه لبن. انا ما بستخدمش بيض كتير في البانيه، هي بيضه واحده بس. وبعدين بحط معلقه من الكاتشب، بظبط الملح، بحط ملح وفلفل فلفل اسود، وبحط توم باودر وبصل باودر، وبحط بابريكا، وبحط سنه قرفه. ده لازم كده كده بالنسبه لي في البانيه. تمام. عموما في كل الوصفات بتاعه الفراخ لازم بحط سنه قرفه على اي حاجه بستخدم فيها فراخ، بتضيع لي ريحه اي حاجه، وبتخلي فيه كده ايه، في نكهه حلوه قوي. تمام. بنزل بنقطتين من الخل، وبعدين بحط 3 معالق من الدقيق، وببدا ان انا اضربها كده بالمضرب اليدوي لحد ما تحسوا ان العجينه شبه العجينه بتاعه الكيكه. تضربيها كويس بحيث ايه، بقولك ان العجينه تبقى متماسكه كده، فاهمين، علشان تعمل طبقه فوق البانيه، و يعني ايه، وتتبل كويس بيه. تمام. دي بتغنيك عن الخطوه اللي انت بتنزلي في الدقيق وبعدين بقسماط وبعدين، فاهمين. فدي بتغنيك عن خطوه في خطوات البانيه. تمام. انا هنا قطعت صدر فرخه، قطعته يعني قسمته نصين، نص هعمل بيه بانيه ونص هعمل بيه كفتة فراخ، وهنعمل بشاميل. كل ده بالصدر الفرخة الواحد. كل ده بصدر فرخة واحد. تمام. طلعوا لي حوالي 5 حتت حلوين من البانيه، اللي هو صدر فرخة او نص الصدر. تمام. والنص التاني هنعمل بيه اللي انا قلت لك عليه. هنا بفردهم طبعا بالمدق كده اهو. حاولي ان انتي تفردي البانيه، بس ما تدقدهوش قوي، بحيث ان هو ما يبقاش ناشف. تمام. لانه لو هو خفيف والسمك بتاعه رفيع هتلاقيه نشف منك في الزيت. هننزل بقى بالبانيه في التتبيله اللي انتي عملتيها. انا عايزه اهو القوام يمسك كده في قطعه البانيه، بحيث ايه ان هي تعمل طبقه حلوه من التتبيله دي. اهو بنزل بالطبقه كلها بالقطع كلها، وبعدين بحطه قبلها بشويه في التلاجة. لو انت مش متاخره زي كده ممكن تعمليه من بالليل، ممكن تحطيه في التلاجة ساعتين. تمام. لكن انا طبعا هحمره على طول. ركنته على جنب كده في التلاجة ربع ساعة أو حاجة، وبعدين رحت أشوف المكرونة، لقيتها استوت تمام. أنا بسوي المكرونة البشاميل يعني مش 3/4 سوا، لأ، يعني أزيد شوية من ال3/4، فاهمين، يعني كده بالنظر تبقى فاضل لها حاجة بسيطة كده على السوا. تمام. علشان بس ما تعجنش معاكي. نيجي بقى نعمل هنا البشاميل. هنا معلقة زيت على معلقة سمنة أو زبدة، وبنزل ب3 معالق كبار من الدقيق. تمام.
وبعدين بقلبهم مع السمنه والزيت كويس قوي. تمام، تحسهم كده ايه ان هما يعني تسووا الدقيق شويه. تمام، بتهدي النار او بتشيلي الطاسه من على العين وبتقلبيهم كويس قوي لحد ما تحسي ان الدقيق ابتدى يستوى ويطلع له كده الريحه بتاعته. تمام، وبعدين بننزل بقى، يا اما عندك مرقه يا اما عندك لبن. انا بحب اعملها باللبن وبالمرقه مع بعض. تمام. وبعدين بندوب بقى وبنضرب كويس بالمضرب كده لحد ما ايه الموضوع ده يسخن علشان يتقل القوام بتاع البشاميل. حطيت معلقة من الملح وحطيت مكعب مرقة وحطيت كمان ورقة لورا وعندي شوية جبن ميكس فنزلت بيهم. وطبعا الخطوة دي اختيارية بس هي بتدي طعم حلو كده للبشاميل. ولو عندك جبنة نستون ممكن تحطي كمان، بتبقى خطيرة. تمام، انا اقلب بقى لحد ما البشاميل ياخد غلوة كده ويتقل وبعدين بنشيله من على النار. نيجي بقى للنص التاني من الصدر الفرخة اللي احنا عملناه. تمام، ده بقى هخليه لانه كان فيه عظم طبعا، فقطعته كويس قوي وخليته تماما طبعا ايه علشان نستفاد من كل. بصوا، عايزاكم تسيبوش العظمية دي اللي بتبقى غير لما بصوا تسلتوها كده من اللحمة. تمام، قطعتها كويس جدا. القطعة دي هنعمل منها كفتة وهنعمل منها الحشوة بتاعت البشاميل. جبت بقى المفرمه بتاعتي ونزلت بيها بالفراخ، وبعدين هفرمها فرم ناعم قوي يعني تنعموا العجينه علشان الكفته بتحب كده ايه الحاجه تبقى ايه متجانسه خالص وتبقى العجينه بتاعتها ناعمه جدا في ايديكي. اهي تبقى مفرومه لدرجه ان هي تبقى ناعمه قوي. تمام، في نفس بقى الكبة هننزل بالبصل. انا عندي بصل هنا حوالي 5 6 بصلات لان انا هعمل منها الكفتة وهعمل منها العصاج بتاع ايه بتاع الحشوة البشاميل. فرمت البصل وبعدين هقسم الكمية، هاخد كده 3 معالق من البصل للعصاج والباقي بقى هيبقى ايه للكفتة. تمام، يعني قولي مثلا 3 بصلات لهنا و3 بصلات لهنا. هنقسم برضو كمية الفراخ، هاخد نص الكمية للعصاج والنص التاني هنزل بالبصل اللي في الكبة علشان اضربهم ضرب تاني مع البصل. حزمة بقى بقدونس. تمام، وتظبطي بقى الملح والفلفل بتوع الكفتة. وهنا معلقة من البقسماط او معلقتين كبار من البقسماط، ملح وفلفل. ممكن تحطي بصل بودر وتوم بودر وفلفل اسود، لو عندك 11 بهار او ال7 بهارات كمان حطي. وبعدين هنضربهم ضرب ناعم في الكبة، كل المكونات دي تتجانس مع بعض. تحطي بقى العجينة بتاعتك دي في التلاجة 10 دقايق ربع ساعة، يعني ايا كان الوقت بتاعك. في طاسة بقى على النار علشان نعمل العصاج، نزلت بقى بايه بمعلقتين كده محترمين من الزيت، وادي كمية الفراخ بتاعتي المفرومة، وادي كمية البصل خلاص جاهزين، وطماطم مبشورة خشن او متقطعة مكعبات. هنزل اول حاجه بالفراخ. تمام، بديها صدمه علشان الميه بتاعتها ما تنزلش، وبعدين ايه ما بقلبهاش كتير يعني. وبعدين بحط عليها البصل وبعدين بنزل بقطع الطماطم. خلي بالكم كل خطوه بينها كده بينها وبين التانية 10 دقايق مثلا، لا 5 دقايق مثلا، بحيث إيه مش كله ورا بعضه. تمام، تدوا فرصه للفراخ وتدوا فرصه للبصل يتجانس مع الفراخ وبعدين بنحط الطماطم. عندك مثلا فلفل الوان، عندك فلفل اخضر، عندك جزر لو كانت لحمه. بصي يعني العصاج ده انت بتحطي فيه كل اللي انت عايزاه.
بتحطي ملح وفلفل، تمام، وبتحطي بابريكا، وبتحطي برضو 7 بهارات لو عندك او ال11 بهار، دول اللي بيغنوكي عن حاجات كتير قوي. بننزل بقى بالطماطم المبشوره ناعم، لو عندك معلقه صلصه ممكن تحطي، لكن انا هنا استكفيت بالطماطم بس. بديها بقى غلوه حلوه كده محترمه، واسيبها تاخد وتدي مع نفسها. نيجي بقى نصبع الكفتة بتاعتنا، هنحط معلقتين زيت في بولة، وبعدين هتبدأي ان انت ايه تدهني ايديكي، وبعدين بتشكليها الكفتة زي ما انت عايزة. في ناس بتحط على الكفتة دي مثلا بيضة، بس انا ما بحطش بيض، انا بستكفى بس بالمكونات اللي انا يعني قلتها لكم دي. تمام. نبدأ بقى نصبع الكفتة زي ما انتم شايفين كده، ولازم تدهني ايديكي لمسة زيت، لانه الموضوع يعني بيبقى ايه ملزق شوية. هتخلصي الكمية بتاعتك، وبعدين هتحطيها بقى في التلاجة مثلا شوية كده، بس ايه تاخد ايه تمسك نفسها كده وايه تتشمع معاكي. تمام. هنا العصاج كان تمام التمام. هنرص بقى البشاميل بتاعنا. خدوا بالكم المكرونة بالبشاميل بالفراخ احلى بكتير جدا من اللحمة. بشوف بنات بتقعد تسأل المكرونة البشاميل بالفراخ احلى ولا اللحمة. لا طبعا بالفراخ، جميلة جميلة جميلة. تمام، تحفة كده. انا هنا باخد شوية من المكرونة، بحط عليهم شوية من صوص البشاميل، وبعدين بقلبهم، وبعدين بنزل بالعصاج، وبعدين بنكمل الصينية وبنقفل بقى ايه بالبشاميل. لو عندك جبنة موتزاريلا بتحطي على الوش، وعندكيش خلاص دي خطوة اختيارية. ندخل بقى الصينيه بتاعتنا ايه في فرن يكون ايه بقى يعني سخن مسبقا. تمام، تبقي مسخنه بقى. تمام. نيجي بقى بصينيه هنحط عليها البقسماط، وهنحط عليها معلقتين من الدقيق علشان نعمل التتبيله بتاعت ايه اللي هننزل فيها البانيه علشان يتحمر. بس بتحطي شويه فلفل، وشويه فلفل اسود، وشويه فلفل اسود، وشويه ملح على التتبيله دي، بس حسبي لا يعني ايه تحدق منك. تمام. بس بقى، وبننزل بقى بالبانيه طبعا كده، هو ايه اخد من التتبيله تمام التمام. انا سخنت هنا القلايه علشان ارص فيها الكفته. طبعا انتي هتقليها في الزيت براحتك، عندك قلايه بتحطيها بدون نقطه زيت. تمام. لو انتي عايزه تقليها تحمريها حمريها، لو عايزه تدخليها الفرن هتدخليها الفرن. بصي يعني كذا طريقه معاكي. تمام. هنا الزيت كان خلاص ساخن تماما، فهنزل بقى بايه بالبانيه، وكان خلاص الوقت بقى اللي هو ايه عارفين انتوا 6 ل10 كده. فاللي هو يا دوب بقلي البانيه هيتحمر معايا، والكفته تكون ان شاء الله استوت، والحمد لله الموضوع اتسطر معايا. بصوا الكفته كانت جميله وريحتها حلوه قوي قوي قوي، خصوصا لو حطيت لها بهارات كفته الفراخ. تمام. ان شاء الله يا بنات اشوفكم على فيديو جديد. تصبحوا على الف خير. باي باي.